مساء العافية. رمضان كريم وتقبل الطاعات. اللهم ربي الأمن والأمان على عراق المحبة، عراق السلام، عراق الجميع. اللهم ربي شافي كل مريض، يا مشافي يا معافي. اللهم ربي شافي زميلنا المخرج الإعلامي نور بشفائك وارحمه برحمتك. نور الغرباوي أحد زملائنا، مخرج رائع واحد كوادر إذاعتنا، تعرض إلى حالة صحية حرجة، نتمنى له الدعاء والسلامة للجميع. رمضان كريم وكلك شعر. حلقة متجددة من كل أسبوع، اليوم ثلاثاء وحلقتنا أكيد حلقة ممتعة برحلة إبداعية مع ألوان الأدب الشعبي وفنون الأدب الشعبي. وضيوف حلقتنا من شعراء الشباب الراعين، شعراء قضاء الدواية، نقلهم حياكم الله ومية هلا في مدينتكم الناصرية الأم وإذاعتكم إذاعة الوعد. ونقول للشاعر المبدع حياك الله علي سعدون، وكلك شعر ومية هلا. بالمحيي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على إذاعة الوعد، على مستمعي إذاعة الوعد. حياك الله أبو حسين. وأكيد تحية الأخرى التي لا تقل عن الأولى بالمحبة والسلام للشاعر حيدر الخفاجي. نقول لك كلك شعر وحياك الله ورمضان كريم. حياك الله أستاذنا العزيز، ألف تحية لك ولقناة الوعد الموقرة، شكرا جزيلا على هذه الإضافة. حياكم الله. مستمعين الأفاضل، نذكر بهواتف البرنامج حتى نتواصل معا من خلال هواتف البرنامج اتصالاتكم، مشاركاتكم واستفساراتكم وتفعيل الحلقة نحو حلقة أن تكون مميزة. هواتف البرنامج زين العراق 0780 مكرر 2 526 مكرر 2. آسيا 0770 75 27 276. وتنقل الحلقة مباشرة على موقع الفيسبوك، موقع الفيسبوك راديو الوعد، وعلى حساب الشاعر الإعلامي كاظم الفضلي. وراح نتواصل معا من خلال الكلمة والمفردة والصورة البلاغية الرائعة والنصوص الجميلة واختيارات الشاعرين الرائعين علي سعدون وحيدر الخفاجي. ورحلة أكيد ممتعة لا تقل شأنا، لكن شرط أن تكون هناك تواصلات واهتمامات من كل متابعي وأصدقاء برنامجنا على موقع الفيسبوك، أو كان من خلال هواتف البرنامج. وهناك محطات نتوقف عندها لنقرأ من نتاج وقصائد ومشاركات الشعراء والأصدقاء عبر جروب كلك شعر وراديو الوعد وعلى حساب الشاعر الإعلامي كاظم الفضلي. ومن خلال هذه الحلقة ننتقل ما بين صورة وصورة إلى موقع وآخر. هناك ستكون ألوان الأدب الشعبي بميزة خاصة ولون وطعم وصورة شعرية رائعة. وكلك شعر. يا ريحة مطر، يا ريحة مطر لو لامست، يا ريحة مطر لو لامست هالقاع، ويلجدمك بقايا آثار، يطبع بالدرب ملقاك أنا متانيك، أنا متانيك يلكلك شعر، أنا متانيك يلكلك شعر. وقبل جيتك أجيك بمستحاي جفوف، أطبحن على الحيطان وأدق بهيد على البيبان، بل كان شفك بشف وأقول ألقاك
واركض مشتهيك بوجه كل الناس، واعثر من نشوف الناس ما تتشابه بممشاك. واترس حيل ما طلوي الليل، لا ملن وقوما واشبع بطرواك، ولا اقدر اقنع رويحته واصبر، ولا اصبر وقنع رويحته وانساك. انا متانيك ينكلك شعر، بمسامرك وغناك انا متانيك. أولى محطاتنا ستكون مع الشاعر المبدع الشاعر الكبير رياض الركابي، عضو الهيئة الإدارية جمعية أدباء الشعبيين في العراق، عضو اتحاد الأدباء أو الشعبيين العرب. يقول: إسلال الحزن شحت علي فرحتك، وسلان حزن الجود شحت علي فرحتك، وسلال حزن الجود 30 مرة انتعب، تنضح بساس القلب وحصدت بالسعود. 10 من الأول غلط، بيها تبعتك طفل ودر الدرب مسدود. وصح انت هم تعبت، بس فرق جفنك غمض وجفن بزهر مشدود. وش تعوض من المضى، وش تفيد زخة مطر، لو يبس هرش العود، لو يبس هرش العود. تحياتنا للشاعر المبدع رياض الركابي من بغداد. ونوقف عند محطتنا الأولى مع شاعر علي سعدون. علي سعدون من شعراء الشباب الراعين، شاعر واعي، شاعر مثقف، شاعر أكاديمي، وله حضور رائع ما بين جمهوره من خلال المنصة، من خلال أماسي، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد عندما تكون الصورة والقصيدة بمستوى شاعرها ستكون واعية، قصيدة مثقفة. نطمح أن تكون هناك عملية التجديد وعملية الحداثة، أن تدخل لمدرسة راقية جدا. ونتوقف عند شاعرنا المبدع علي سعدون ونقول له بعد التحية: حياك الله يا علي سعدون، وكيف حال الشعر في الدواية؟ إن شاء الله الشعر بوجودك ووجود أمثالك بخير، ما دام أنتم موجودين يسندون الشباب والمواهب الجديدة. حياك الله يا أبو حسين. خلينا نوقف عند أول مشاركة أو أول خطوة نسمعها من نتاجك، ونترك لك الخيار. ايش تقرأنا يا أبو حسين؟ سوف أقرأ محطتي الأولى عن الحشد الشعبي. جميل. الحشد المقدس. جميل جميل. العيون السهرة لهذا الوطن. أنا ببطن أمي كنت محزم بطلقات، الحبل السر قطعة لو سمعت بثار. لا حمل أم العلم وأهل العلم محتار، وظن حامل بتفقى قال بالسونار. حليبان الرضعت مكاس رب بارود، من أطب بعركة كلها تصيح يا ستار. من صغير سري أهلي ما ذبوه، كظ السر أمه وشدته بمقوار. طير الحر ووتشع للمنايا بزود، فن يدوس قاعش حده صقر الفار. أنا لو زامطت ما نام والعباس ما تبرد كلمتي إلا حار بحار. أنا اشتعلت الغيرة براسي كانون، جهنم تنطفي ومن راسي تاخذ نار. أنا ابن الدلة والفنيان وابن شيوخ، الثنية تشوهد هناك وجيت يا ابن العار. أنا الواقف بطول بيوم طق الماو. الله عليك. أنا الواقف بطول بيوم طق الماو، وبات على الصناجر ما نمت البدار. من قد ما أزفن للمنايا جنود، من قد ما أزفن للمنايا زلام. المغيس المتعبة وكتفي والنجار، سمع راحة الموصل سيف شق الثوب، يعني قرابة شقة وهلهل البتار. صاح شلون تسكت وانت راعي الزود، وانا الهسة ابرج ما علي زنجار. محمد هالوطن وانحاط بال سعود، حمامة أنا أصبحت له عنكبوت وغار. حمامة أنا أصبحت له. أحسنت يا حسين. حيدر الخفاجي شاعر شاب وأكيد من الشعراء المعروفين على مستوى شعرائنا والتواصل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والمنصة والأماسي والمهرجانات، ومن شعراء قضاء الدواية أكيد إلى حضور مميز. واسمعنا يا أبو حسين، يا أبو كرار، اسمعنا قصيدة للشاعر علي سعدون، وسألناه عن الشعر في الدواية. اليوم كيف ترى الشعر على عموم العراق؟
والله الشعر على عموم العراق يعني فضل جهود الشعراء النخبة الكبار. نعم. والشعراء الشباب يعني في تصاعد من قوي إلى أقوى. جميل. أنا أشوف حسب نظرتي يعني للشباب. يعني الشعر يعني بامتياز حاليا. طبعا هي صورة أكيد تبشر بخير، ونتمنى أنه الصورة نحو الأفضل، وكل ما أنه كان الشاعر واعيا ومثقف كانت القصيدة واعية ومثقفة. اسمعنا قصيدة علي سعدون، خلينا نسمع قصيدة وباختيارك أنت. قصيدة للأب الأكبر العراق العظيم. جميل جميل. أقول عندي وطن ما كنا بما دنق على ترابه. الله الله الله. وعندي وطن كل الورد يتمنى يشتم بابه. عندي وطن ما كنا بما دنق على ترابه. الله. وعندي وطن كل الورد يتمنى يشتم بابه. عندي وطن مثل الحسن يكرم عداه واحبابه. يا عراق الله إلك صار الحرام الحامي، ووجوه ربعك ضاحكة بوقت انت وجهك دامي. صايم وعيد بالأمن ما خلص وقت صيامي. ما صاروا بليلك ضوء وكنت لهم انت الشمعة، وبس انت تجمعهن سوا بوجهك البسمة ودمعة. بقد ما حلو بيك الهوى نطلع النفس ونرجع. عندي وطن حتى الهوى من تراب وجهه توضأ. بيت الخلائق وبدليل اليوصله يتم فرضه. والمارضة وبيشي ذهب ما شايفين الفضة. الله. هسه عرفت عينك علي ومجموعة يم يتامه، وراءك رمح من كربلاء رافع رأس وعمامه. قاف وألف اقرأ ولكن راءها بعلامه. فكرت أقرأ بالعكس اسمك قلت بل كهون. قارع طلع نفس الحرب نفس المدامع والون. الله الله. مقسوم ما تشتم هو وعليك كلهن يصفن. قرآن العراقي هز الجبال، وآيات ذهب وحروفه مو طين. جديدة وبالحداثة معلم أجيال يسبقها القرن وتلحق السنين. بلاد الأنبياء كل بسمة بيروح، وكل بسمة جندي يعلي الدين. وإذا صب دمعة منه تهز العروش الدمع معناه شهيد من الموالين. وما ننسى جروحنا كبار، تبدل عامنا ودمعتنا بالعين. اللي ينسى سبايكر عالديرة خطار العددهم كان قد جروح الحسين. مثل زفة عرس شيعوني لو موت، هلاهل للشهيد بنعشه ماشين. الماء مجروح قلبه وجسمه مجروح، وي هذا الوطن معناها مو زين. غيور وعندي مرجع غيرة عباس، على الحد واللي يريد يعوره منين. أنا وسلاح نسهر نحمل أعراض، والباعة وعرضهم موش راضين. منودع أهلي واطلع ما ترش ماي، ترش كلمة علي وياك أبو حسين. توسط بالمذابح أمي تقول ترى الماء يحمي بيه تدوس رجلي. الله. جميل جميل. أحسنت. قصيدتين عن العراق وعن الحشد. فعلا هو هذا شعورنا وشعور الشعراء، ونتمنى أنه كل شعرانا يكتبون ويهتمون بهذا الجانب. هي مرحلة الإعلام ياخذ دوره. وعندنا مشاركة للشاعر سجاد حميد عبد العزيز أكيد للعراق. يقول وطن خشنا الهلال بيك، وريل الغربة وكل ما مشى يبكيك. وطن خشنا الهلال بيك، وريل الغربة وكل ما مشى يبكيك. اش ما يفتر يفر قلوبه هن عليك، يا مدري ايش بيك. بس ساعة النعس ساعة البريد انطاك، عمره بسعرها الهولة. وطن نزلت عثوقك ليش، ان مثلك ينحضن خاطر صعدوله. وطن يا مدري ايش بيك، بس ساعة النعس ساعة البريد انطاك، عمره بسعرها الهولة. وطن نزلت عثوقك ليش، ان مثلك ينحضن خاطر صعدوله. وطن بس نكتب تشيني، دقلهم الله خالق روحه من طين. مو جفلة عصافير التخيط حشوشها بعيني، بيك وضيعت لونك.
تفز قبورنا من تغمض عيونك. يمن شبهوا لهم بس ما يشبهون. سافرنا ورانا انشفت طاسة دم، روازينك ضواهن دم، سواجيك قصايب دم. كل هذا وتريد أحلم، الطيف يموت من ينجاب طار الدم. الطيف يموت من ينجاب طار الدم. تحياتنا للشاعر المبدع سجاد حميد عبد العزيز، وكلك شعر. يا ريحة مطر، يا ريحة مطر لو لامست، يا ريحة مطر لو لامست هالقاع، ويلجدمك بقايا ثار يطبع بالدرب ملقاك. انا متانيك، انا متانيك يلكلك شعر، انا متانيك يلكلك شعر. وقبل جيتك اجيك بمستحاي جفوف، اطبحن على الحيطان وادق بهيدة على البيبان. بل كان شفك بجف واقول القاك، واركض مشتهيك بوجه كل الناس، واعثر من نشوف الناس ما تتشابه بممشاك. واترس حيل ما طلوي الليل، لا ملن وقوما واشبع بطرواك، ولا اقدر اقنع رويحته واصبر، ولا اصبر واقنع رويحته وانساك. ما انا متانيك، انا متانيك يلكلك شعر بمسامرك واغناك. انا متانيك يلكلك شعر بمسامرك. كلك شعر برنامج أسبوعي مباشر يأتيكم من الوعد مع كاظم الفضلي الثلاثاء 8:30 مساء، يعاد لكم الأربعاء 3 بعد الظهر. كلك شعر. انا متانيك يلكلك شعر. رجعنا وياكم بعد الفاصل، وحلقتنا لا زالت بدايتها ورحلة الإبداع الجميلة. وخلنا نتوقف شوية مع شاعرنا علي سعدون. وسؤالنا أو حوارنا اليوم مثل ما تحدثنا بداية الحديث كان نسولف عن القصيدة الواعية، الشاعر المثقف. وفعلا اكو شباب عندنا واعيين ومثقفين. يعني حضوركم اليوم برنامجنا، شعراء كثير مروا على البرنامج ومن خلال الاماسي والشعراء المنتمين وحتى على شبكه التواصل الاجتماعي. هل الاعلام خدم القصيده الشعبيه ام لا زالت القصيده الشعبيه محتاجه الى دعم اعلامي؟ القصيدة الشعبية دائما كل وقت هي مظلومة من ناحية الإعلام. وكثير من المواهب هي مظلومة ما تظهر قاعد على مستوى العراق أو مستوى أظهر من دثرة أكثر قصائد، بينما القصيدة الفصحى قاعد تاخذ مجالها. رغم ما انه احنا عندنا مشاركات ومهرجانات كثيره، لكن ورغم ما اكو برامج هوايه للادب الشعبي، لكن لربما احنا كثير الشكاوي يقولون انه البرامج هي نخبويه، يعني يحتاجون اصدقائهم، معارفهم، علاقاتهم. العلاقات اكثر شيء تخدم الشعر. اكثر شيء. يمكن انت واحد من اتصلوا على البرنامج اللي تجي البرنامج وقلنا لك يا كومية هلا ما حد اعترض وما حد كذا. نتمنى هذا التفاعل حقيقه ان يتحول الى حتى أماسينا. أستاذ حيدر، أماسينا إذا كانت القصيدة منتخبة حقيقية فعلا تحاكي مشاعر جمهورنا والذائقة الشعرية، نرتقي بمستوى الشعر العام. احنا الشعر الشعبي لا نريده محلي. انت شنو تقول وجهة نظرك؟ والله من ناحية الإعلام، يعني سؤالك كان على الإعلام يعني بقد ما خدم الشعر بقد ما يعني حسب نظرتي في بعض الأحيان أساء الأشياء. يعني أكو شخصيات صعدت إلى قنوات يعني مو بالمستوى صراحة. ممكن ما توصل صراحة. أي صح. يعني جاي نشوف الأمسيات، المهرجانات، أكو شباب ما وصل الإعلام بس من يقرأ المهرجان يعني يهز الجمهور، يهز الدنيا. أكو طاقات، أكو إمكانيات موجودة. أي هاي من ناحية الإعلام. أما من ناحية الأماس البرامج المحلية اللي قاعدين يعني أماسينا، مهرجاناتنا، مشاركات، مسابقات، البرامج المحلية، الأمسيات، المهرجانات يعني هي جيدة جدا بس تحتاج دعم.
لا ننسى، احنا هم لا ندب اللوم مثلا على المؤسسات الاعلاميه، لو ربما احنا الشعراء ما نتحرك بعض الاحيان، احنا ما نخلق جو، احنا نحتاج الى تفاعل، احنا على عددنا الهوايه لو ربما يقل. كان في زمن عريان سيد خلف قبل كان اسماعيل القاطع الله يرحمه وكاظم الركابي وزامي سعيد فتاح، ما كان اكو فيسبوك، ما كانت اكو قنوات، ما كان، لكن القصيده كلها احنا حافظينها تتناقلها. ما اعرف هي لثقل القصيده، لبلاغه القصيده، ام لانه اكو ذائقه شعريه؟ اكو ذائقه شعريه، بس هناك قبل شعراء محدودين قليلين، بس كثره الشعراء. ثانيا مطربه نعان، احنا من مطربه الحي لا تطرب. لا تطرب دائما. تؤمن بهذا المثل مطربه الحي لا تطرب صحيح؟ في بعض الأحيان نعم. اذا خلينا نسمع شيء. أقرأ الحشد الشعبي. كيفك؟ أقول أعذب بالأرواح الخاطر الفتوى. إيش قد السيف حار بدمي يتشوى، أنا راعي الفريضة وبي شارة وجاه، وين أقعد وأقوم تنبني خطوة. الله الله الله. صدر ديوان علمني المضيف فنون، أعرف الراية راية وما ردت خلوة، من دق مرتين هاون يشرد البيعة، بخذ من صوت هاون هيك بقوة، بحيث اللي شرد واستنقذوا أربيل، اللي ظل على الملابس زاحم النسوة، عطش قاع رويته بدمي، تعرف ليش؟ اللي يضحي الحبيب اش ينحسب بلوى، شريفة تحب شريف، الماي شنو الماي تشربه كلها اللي يسوى ما يسوى. حلو. عزيز الدنيا أنا الحشد عنده أسباب، الملاحم مني تشتم ريحة النخوة، الرضا والمارضة والقال عن رهاب، تسجد للجميع بكيفها بقوة، ويلي تهدد سموك بطل التهديد، إذا يكثر كلامك ينحسب لغوة، أنا راعي الحرب يلتوك يعلموك، لا يتوهدن براعي الحرب توه، بتاريخ من سولف تسكت انت وذاك، والواقف وراك الفوقك الجوه، آدم طلب مني يريد دم هابيل، ومحشمتني ثكلة على الولد حواء، أخذ ظن بالزلم ما أخذ زبدها الزين، ما تسواش أحطك داخل الشتوة. الله الله. أنا عندي زلم غسلت بالسيفور، الله الله. وتتغدى الظهر معونها العبوة، بجمر فوهة المدفع خدريت الشاي، أشرب واخذ بحضن الفشق غفوة، الحرب سيف ونسب تكتمل ندوياي، المهم مو للحرب للنسب خل قوة، العتب لله أخذني وحيل بي تاهش عجبي ابن بعرب همال، بيته العتب لله أخذني وحيل بي تاهش عجبي ابن بعرب غمان، بيته يسلمان المحيب سعود، بيته يجي لمكة وتضمها الناصري. جميل. أحسنت كرار، قصيدة رائعة جميلة فعلا. مشاركة للشاعر المبدع عارف مامون، يقول هذا ابن الجنوب الماكلة لسانك، هذا ابن الجنوب الماكلة لسانك، وقف بيرك شرف من طاح بنيانك، هم عده أهل واطفال منتظرين، عايفهم وجاك يرجع اوطانك، شوف شلون فاتح صدره للتشيلات، وساتر صار يحمي بسد نسوانك، عنوان الزلم ينعرف بالميدان، انت بياكتر معروف عنوانك. شكرا لك شاعرنا المبدع عارف مامون على هذا النص الجميل، وسبق النص الرائع الحيدر الخفاجي، ونتحول الى شاعرنا المبدع علي سعدون. وش تقرا لنا يا حسين؟ استاذ كاظم، بما ان في شهر رمضان الكريم لابد وجود القصيده الحسينيه في هذا الشهر. جميل. تنتظرك الشيعة بقهر يا الموعود، حتى الأمان الدار نوياك يعود، من تظهر تخضر ورد هاي القاع، والأرض تزهر والعدل بيها يسود، مليانة من حكي النواصب مولاي، وللجاهلية النوب ردونا ردود، ساعة مجوس وجايين من إيران، ساعة روافض قالوا وساعة هنود، وعرعورهم قال إن جيتم من الصين، أدري شفتني بروح أبوك أكل دود، وعرعورهم قال إن جيتم من الصين، أدري شفتني بروح أبوك أكل دود، وحللوا ذبحوا قالوا واشرك بالله،
وكل ساعة طالع لي بفتاوى ابن سعود، وعالوا علي وصرت حنظل بالريج، وهدوا علي انجاس رايات السود، وفزعت زلمنا فزعة يطلب ثار، وبهدومهم ريحة ورد ويبارود، كضوا الساتر راية وبشف عباس، ومثل الكفيل لهالوطن ننطي زنود. الجيش والشرطة فزعوا ويا سوات، والحشد مليون وبعد راح يزود. من يامر السستان نفزع حفاي، وبس مقتدى يامرنا كل احنا جنود. الشيعة ذياب لا توصل، وكرها اللي ضد العترة بغضنه، وكرها لكض زمرتك يا داعش، وكرها مثل الغنم بالسيف لقطع رقبها. الله. حاتم ويا خطار وصحونا صب. الله، جميل جميل، أحسنت جميل يا أبو حسين. ونتحول إلى العواطف والمشاعر والأحاسيس والذات. وتقول الشاعرة المبدعة إيمان الكوفي من استراليا، أكيد هي شاعرتنا بنت العراق لكن مغتربة وتتواصل مع الجميع، وشاعرة مبدعة وشفافة. وتقول محتارة دور كلمة ظنها تبعثرت، بشفافي ظل منها حرف والباقي ظل بشفتك. عود شلمها وبيني وبينك بحر، ما بيها معنى بلا لهفت ولهفتك. وتيتمت شف وتبنها الدمع، مخنوقة كلش نفسي مرة تنفسك. سمعني حسراتك لهاتل تستمع، سمعني حسراتك. لسان الموت ما يحجب هو، شممني نظراتك غرق بي الوصف. ميتة أنا صورة قيد زورها العرف، داويني يا جني النحل لا تلتفت للناس. موهومين باسم من يسمونه دواء. تحياتنا للشاعرة المبدعة إيمان الكوفي، وعلى تواصلها واهتمامها ويانا وكلك شعر. يا ريحة مطر، يا ريحة مطر لو لامست، يا ريحة مطر لو لامست هالقاع، ويلجدمك بقايا ثار يطبع بالدرب ملقاك. انا متانيك، انا متانيك يلكلك شعر، انا متانيك يلكلك شعر. وقبل جيتك اجيك بمستحاي جفوف، اطبحن على الحيطان وادق بهيدة على البيبان. بل كان شفك بشف واقول القاك، واركض مشتهيك بوجه كل الناس، واعثر من نشوف الناس ما تتشابه بممشاك. واترس حيل ما طلوي الليل، لا ملن وقوما واشبع بطرواك. ولا اقدر اقنع رويحته واصبر، ولا اصبر واقنع رويحته وانساك. انا متانيك يلكلك شعر بمسامرك وغناك. انا متانيك يلكلك شعر بمسامرك. كلك شعر، برنامج أسبوعي مباشر يأتيكم من الوعد مع كاظم الفضلي الثلاثاء 8:30 مساء، يعاد لكم الأربعاء 3 بعد الظهر. كلك شعر، انا متانيك يلكلك شعر. شكرا للتواصلين ويانا على موقع الفيسبوك، وعلى حلقتنا اليوم المنقولة مباشر على فيسبوك مباشر. نفذ هذه الحلقة زميلي الإعلامي المخرج كريم العقيلي. شكرا الوسام العبودي، شكرا المجتبى كريم السعيدي، شكرا عباس رزاق، أبو مروة الإبراهيمي، شهد التميمي، وحسن عبد الحسين، ولمح البصر أرجوان الطائي، كريم الحاتمي، عادل جمعة، أم حسوني إعلام مقاوم، مازن السهلاني، والشاعر عماد ثجيل البنا. تحياتي لك يا عماد. شكرا لك يا وسام، شكرا لك يا مجتبى على كلماتكم، شكرا لتواصلكم ويانا واهتمامكم بالبرنامج. يقول الشاعر المبدع حيدر الطيب الناصري ومضى: فرقتك فرقة فلح والقاع بور، بعازة اللي يكسر له عبرة ما يبيه، مستحات غيوم حب الناطرات،
تطلق تطلق والرعيد أثر عليها. تحياتنا لك يا حيدر الطيب الناصر على هذه الومضة الجميلة. ونرجع إلى شاعرنا حيدر الخفاجي، وخل نطلع من الإطار والقصائد الوطنية، وإلا نطلع من عدها، لأنه إحنا لا نقدر يمكن وما ممكن نكتب دون أن يكون الوطن حاضر بأقلامنا وذهننا وقصائدنا، ونسولف وجدانيات وغزل وأبوذية ودارمي، وجمهورنا يتواصل ويانا يسمعنا واستقرارنا من غزل وجداني يا حيدر. البابين راسم للقلب. طلع هذا شو تقول ابو حسين؟ راح يطلع بابين راسم للقلب، ما حط سهم بي يشلع، ما خجل الماء ينعجب يطلع قبل ومودع، خد على خد يحلى الدمع بالمكفى ذل المدمع، ما طحت بس طبع النهر واقف ولكن ممتد، ينباق لونه وشيبته تخط على الجرف من ينسد، من يوم الابيض لاق لك يعجبني صار الاسود، من كنت حصته تنفسك شي مو الي ما حاول، دنك تشم ريحة قبل من قلبه مو متنازل، وحبيت أعيش بقوة الشلال عايش نازل، من كنت حصة تنفسك هسه انت حصة غيري، صح طيري بس لما عبر عش القلب مو طيري، بمعوني ما حطك رطب يفضحنا طبعك ديري، يلكنت ميت على العشق بس العشق بي ميت، ولا ثوب يرهم لك أبد لو مو يحوج حفيت، نكريتني وأنا الكنت بهواك دوم مصيت، الذيب صح طبع الغدر بس ما غدر بوليفه، تصير البراثن شف طفل والشتا بحضنه مصيفه، بيك التغثهم فرحتي بجفاك كلها مكيفه، ام البلابل بي تنست نغم، هيك اخذ من صوتك اشقد عدل، هنياله من عينك اللاحه سهم، على الاقل عنده وياك ريحه سبع، يلعثقك ازرق وانت كلك شتا، تموز ما عندك وضوقك رطب، من خيط دمعك اطنى خيط الجرح، هو انت دمعك يختلف من يصب، رموش عندك زلم تشبك زلم، الرادد عيونك عند مطلب صعب، نحلات ثغر الورد ثغرك تصد، قضنها فرة مناطرات الدرب، عيوني من تقراها كلمة بسطر، ومن نقرب عيونك تطيح الكتب، إعفاء تطلع بي تال السنة، وتال السنة أطلع بيك نأسف رسب، شفت أمك تبوسك بوقت الصبح، مثل أمك أقدر كون أقدم طلب، يا من تبا وعلي على شرفة قصر، لازم تدنق لي بمضيف القصب، دون العرايس ننملش بالسحر بس أنا وأنت وماكو ثالث يطب، من يخفى جفنك يحط فوق النجم، وصفن بخدك غافيات الشهب، فلاح بس مو مثل باقي الفلح، ما صلحك بماي وأزرعك شلب، بغمزة واحدة ترسخ دودك ورد، توك معدل ما تريد التعب، العاين جمالك صاح شين هالدهر، مو هيش قلناه الجمال العذب، لولا الرئاسة ترشح بهالسنة من غير كوكب يجي يصوب شعب، يتحصل بس صعب وصواعق عينك الزمها، رشاح ذا للبرلمان انت ترشاح، الكواكب سووا مكان تصيح لي. الله يعينك يا ابو كرار، الله يعينك. ويانا اتصال، خلينا ناخذ اتصال ونرجع نسولف. الو نعم. أموالا والميتك كنت لافيت، أموالا والميتك كنت لافيت، خربنا ولا نوافي ولا انت وافيت، تلاقينا وجزينا وانت لافيت، واحد قال للآخر هاي هي. الشامت يردليلي بالطوايف، صحت وتريا والفدي
بالطوايف يا لاها تربى خمخم، بالطوايف. بالطوايف على واحد من عبادك خان بيه. الله الله. مشيت وكان حجرك ما شونا، ولذلك طور بدعة ما شونا تعالي القلب ونا، ما ومو شونا منونها يضيج خلق الناطرية. مساء طيبة ومساء الحب ومساء الشعر ومساء كل شيء جميل على عيونك أستاذ كاظم، على عيون ضيوفك الكرام، ورمضان كريم ويا مساء العافية عليك وكل شعر رمضان كريم عليك. تقبل طاعة مصطفى؟ هالمرة ما عرفتك. لا مو خوش. انسام. انسام طبعا. اليوم شنو اليوم هذا؟ اليوم مو دخول اليوم مو طبيعي. اليوم على قولة الشعراء يا يمي هزيت الحلقة. واول اتصال والقصائد اليوم الابيوب ذي اليوم فلسفتها وصورها الشعريه البليغه القويه. مساء العافيه عليك وكل الشعر يا انسام. مساء العافيه والطيبه ورمضان كريم على ضيوفك الكرام اللي منورين حلقتهم. وعليك وعلى ابداعك الجميل. ما انت مخرجنا الورد كريم، تحياتي لكم يا رب. تحياتنا. ليش تسمع بعد يا انسام؟ بعد في تسمع. اكيد. زين اوكي. عندي ابيات دارمي. يلا خلينا نسمع. يقول خيروني بين ولفي وهلي وماي. خيروني بين ولفي وهلي وماي. مو شان السفندار والشر على هواي. الله الله الله. وشد وقتي حيل وياي ما ادري ايش جراله. مكتفنا عشمات وبظهري طالع. ولحت العلب منطيق ليه ما يلوحها. وانا دربي مو زين حتى ويا روحها. الله الله. ويقدر على الزين والما يسويه منا لباب الحوش ما ينطلتي. طبعا تحياتي لكم مرة ثانية وشكرا لكم. شكرا لك انسام، شكرا على مشاركتك وحضورك ويانا، شكرا هذا الاهتمام. رمضان كريم عليك وكل شعر. نرجع. عندنا مشاركة للشاعرة المبدعة ليلى البهادلي من ميسان، نتمنى لها السلامة والصحة وتقوم بسلامة، وترجع شاعرتنا الكبيرة أم خليل ليلى البهادلي. وهنا ليلى أم خليل تسولف لأبوها الله يرحمه، تقول غبشة من الصبح لعيونك تعنيت، غبشة من الصبح لعيونك تعنيت، لا تعتب علي يا أبوي جيتك يا بعد بيتي، لكن القدر محتوم ما تمنعني تربيتي، يخنقني الهوى بلياك يا شوف ونفس ريتي، يا أبويا نحيل دعيت انت تسابق ويا الخيل، هالسعثر بقشر الهيل يا العاثر بعافيتي. تحياتنا إليك والرحمة والمغفرة للوالد الله يرحمه، وتقومين بسلامة يا شاعرتنا الكبيرة ليلى البهادلي، وصحة وسلامة ورمضان كريم عليك، واتمنى لك التوفيق. شاعرنا المبدع علي سعدون اسمعنا قصيدة رائعة للشاعر حيدر الخفاجي، وأكيد طبعا ميلاته والله يعينه على هموم قلبه، وما ندري الضام منه يجوز أكثر شي يسولف لنا علي سعدون. سولف لك وجداني. نسمع. ما يضحك لسن والضيم شتش سنون، بخاصرته وتلاقن بالنفس ملقى، أنا حظ شلب وانطحن بالرحات، وقدام انشعل كانون اللي حرقه، تعال الورد من اشتم قام يشيب، ويا شجرة الأمر هالظل ولا ورقه، إذا الله بجهنم عذب الكفار، ترى الله يعذب العشاق بالفرقه، أنا أعرف اللي يشرق بالأكل بالماي، وأنا شماجر نفس أشرق ألف شرقه، أنا الغرقان الله عليك أنا الغرقان كل من الشعب للهام، ما ظل بي ذرة حيل للشهقة، واللي فراح منه أخذ حيل وراح، ومثل خل الخسرته ما أظن ألقى، عشقته وغير ناله بلا سهر وفراق، عشقته وغير ناله بلا سهر وفراق، توفيج المسخم جاب له الحلقة، مر الشيب بيا وذبل ورداي، وعشت العمر كله بحلم،
ورداي بشرك قوة شيل الجدم، ورداي أنوخ من يحطون عليه. الله احسنت الله عليك. احنا كثير من المشاركات قاعد توصلنا على الفيسبوك مع التحايا والاهتمام من الجميع. يقول الشاعر ماجد الفهداوي يقول طقتك مو بالريش وصلت للعروق، الله. النخل شاب عظيم شي شايل عتوق. تحياتنا لك يا شاعر المبدع ماجد الفهداوي، تحياتنا لكل اللي يتواصلوا ويانا من خلال الفيسبوك ولا زال يتواصلون ويانا وتواصلهم. ويقول الشاعر الكبير عبد الكريم القصاب من العمارة أيضا، وشاعر له حضور وشاعر له وزن شعري كبير وومضة صغيرونة، يقول تو خمرك جاسني. هسه احنا خلينا شوي قبل ما نقول الومضة. جاوز عمره السلامة وصحة من لا عمره الطويل، جاوز عمره عبر فوق 70 لكن روحيته بعدها ثرفة. يقول تو خمرك جاسني، الله. تو ننتشيت، تو شميت العطر من صوت دافي، وكي صوتش بردك توني دفي. طبعا جميلة جدا. تحياتنا نتمنى له العمر الطويل والسلامة والصحة. ويقول الشاعر عماد الغزي على المدرج قاعد وقدامي ماي، وجاي يشوف الناس المن تنتمي، اللي يا مذهب ينشغل شمع وبخور ويندفع بالماء وسط العلقمي. شكرا للشاعر عماد الغزي. كل المشاركات كل المساهمات توصلنا نقراها للبرنامج، واكيد احنا برنامجنا للجميع، ومثل ما نقول احنا كل ما يخرج من القلب يدخل الى القلب. حيدر الخفاجي، العبودية من الوان الشعر الشعبي الرائع، وأكيد الناصرية تتمتع بالعبودية مثل باقي المحافظات، لكن إلها ميزة لأن نعرف موطن العبودية في الناصرية. الشباب اليوم قدروا يحافظون على خصوصية العبودية. لو بقى العبودية أنهم نريد نذكر حسين العبادي ونذكر أبو معيشي ونذكر حسين الهلالي وكل الشعراء الراحلين والكبار اللي يعطيهم الصحة والسلامة، لو قدروا فعلا يسوون شيء شباب. لا بالتأكيد قدروا، بالتأكيد بالتأكيد قدروا. يعني هو أضافوا شيء على العبودية، أضافوا شيء، بس تظل الأبيات القديمة أكيد القديمة يعني من تسمعها يعني تهيجك شيء أكيد. بس أبوديات الشاوي لا ما شاء الله، يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني عندنا حسين صالح مثلا، نعم، عندنا أبيات أبودية يعني شيء امتياز. جميل. إذن خلنا نسمع لنا بيتين أبودية من حيدر الخفاجي. يقول النوايب ترك عقد الحيل وفلان وليال صباي عني مشن. النوايب ترك عقد الحيل وفلان وليال صباي عني مشن. وفلان ملت لفلان اشكي فلان، وفلان لقيت فلان اضرب من خيل. الماما ذيله نمله حبذان الحزن دون الطوايف. حبذان شفت لك قبل واحد حبذان على صوتك يختلف. الله 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 جميل. علي سعدون، كتبت العبودية؟ كتبت العبودية. العبودية كونك من الشباب ومن جيل الشباب، يعني نفس السؤال اللي طرحناه على حيدر، الشباب قدروا يحافظون على خصوصية العبودية؟ قدروا يحافظون على خصوصية العبودية، بس بالتأكيد القديم كان أقوى ولا طعم خاص. بينما الشباب أكو إضافات يضيفونها على العبودية، مثل مشطر، مثل بيت العبودية يغفلونه بدارمي، إضافات ابتكارات إبداعات جديدة. إذن خلنا نسمع لنا بيتين عبودية. يا قلب الواعد وكب وفى منهوم القهر والضيم واللجمات، منهوم منتصفن علي تقول منهوم فقط بس جمجمة وسنسول بي. الله الله عليك. الله. وين القى اللي يعد للحمل ويعين واللي ينطيك ماي العين، ويعين يا روحي موش طبك ويعين
للبعيد يروح موش طبك ويعين لأن وين ردت يبين لي. الله. يقول حسين الركابي، وصلتنا هذا على برنامجنا، وصلت على من خلال موقعنا، يقول دليلي وانت لليل ونبات عليك وسهم هجرك شجخ ونبات من كونك تسير يوم ونبات لحطرت الفير وانت على دي. الله 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 يعينه. اكيد العبوديه الى خصوصيه خاصه ويانا اتصال. نعم. ألف مبروك أقلش لو ألف حلة يلي مميز الجرح وياك وندل. الميت عند أخو توصل له وتعزيه. المعرس حبيب الناس شتقل. مساء الحب والجمال والصرافة على أساس الصرافة للسجاد الفضي وحيدر الجمعة وعلي سعدون. تحية حب. مساء العافية عليك منورة وراقية بحضوركم. مساء العافية عليك. كل شعر من ويانا. أركان الخفاج. حي الله أركان الخفاج. شلونك يا أركان؟ حي الله أصلك أستاذ كاظم. تحياتي. مساء العافية عليك وكلك شعر يا غالي. ورمضان كريم إن شاء الله. علينا وعليك بالتوفيق إن شاء الله. تحياتي لك وضيوفك. طبعا أكيد الشعر مدينة الشعر، وأكيد اللي ضيوف بيتكلموا وياك قدروا يرسمون لوحات من الشعر. أكيد اثنين شعراء مبدعين، وأكيد اللي يتصل بينا من مثل جنابك مبدع وحلو. خلينا نسمع يا أركان. الله يخليك. أنا ولو ما أريد أطيل عليكم، بس هاي قصة قبل كم يوم جاي من البصرة. دزيت صديقي الحي ونازل على سومر. نعم. كيف شايفه اكو طفل التقاطع مال سومر يبعث لنا. المسكين مخلي راسه على الرصيف ونايم. والكنسات مطشات بعد ما دقوا له هورن. قعد يلم بالكنس كانما متأيها اذنها ولقاها. فنزلت بعض الشباب ومن ضمنهم لموا الكنس فشالوا له فلوس وانطوه. زين. العجيب بالامر كذب بيهم قالوا لا ما اخذ فلوس، اذا ما تشترون كنس ما اخذ. حلو. الله. هي رسالة ضمير مو أكثر. يلي بحضن الرصيف وعينك مغمضة يا كل من جوعاك تبين بعرضك. اللي بعمرك ورد لو غمض بستان اللي بحلك مجو مساع للروض. الله الله الله. فزيت بواك تلملم الغرضان واسمع ربي ليش فلوسهم قرضة. تدينتهن حتى اخوك تعيش ناكل خبزه منها ودينا نفضل. الله الله يا ركان. شقل لها منرد ما مش غموس اليوم. خلنا الصبر والسانه نعظه. شقل لها العوض على الخالق رديت ومتخليت خيت بركه المرضى. الله الله. 5 سنين عمري 5 سنين عمره وكان ابن 70. 5 سنين عمره وكان ابن 70 يا حلم الطفوله راح شي عوضه. واسمع بالحكي اللي يبكي له وجه الكون وجو يمك شباب وانت ما ترضى. مدوا ايدهم كان كله تلتميت. اذا مو بيع كل شيء منهم ترضى. تبديت بصغر ما واحد الا ما بشيل من الرصاص اللي بالهوى الشط. بخيت اللي عنده مثلك. بخيت اللي عنده مثلك منه يشبع شوف. ويلم بدموع عينه وبيها يتوضا. يا فرض المستحى وهنياده اللي يصلي. يقرا لك جرح كل ما وصل فرضه. تحياتي ورمضان كريم. الله عليك. شكرا على التواصل وشكرا على الاهتمام. شكرا لك أركان وكلك شعر. شكرا لك. عندنا مشاركة للشاعر سعد العبودي، يقول ساكت والنخل مجبور على السكتة، يرميني بحجر بس أنا جاملت، تجي الساعة وردهن مضمومات، حالات الشيب مني يبين بوقته. تحياتنا لك يا سعد، تحياتنا على هذه المشاركة الجميلة. ونرجع للشاعر المبدع ماجد الفهداوي اللي يقول شجاه الناس تكره ما تعرف تحب. شجاه الناس تكره ما تعرف تحب، المضيف يموت حرق المالقة معذب، اخذني الغيرة ديرة متوني متعوبات، طايح ورد اموت وبالهوى مشلب. تحياتنا لك يا ماجد فهداوي وعلى هذا الابداع الجميل. شكرا لك على ابداعك. حيدر الخفاجي، كل ما نكتب نحس بعد عندنا قدرة ان نكتب. هل الكتابة هي اسقاط فرض
أم هناك موضوع مثل ما سولف أركان تصادف موقف موضوع كتب عنه قصيدة؟ كيف يكتب حيدر الخفاجي؟ شيء أكيد الموضوع أو حادثة، يعني أكو شيء يهيج المشاعر. هو الشاعر مشاعر أكيد. مرات الشاعر يترجم هو في كل الأحوال هي احنا نترجم مشاعر الآخرين، وإحنا نكون حلقة وصل ما بين كل الأطراف ونحاكي بعض هذا. لكن بعض الأحيان الشاعر هو يمر، هو يعيش، إذا ما يتقمص الشخصية هو يعيش الواقع. سولف الوحدة من مالاتك الموجرات بقلبك. قصيدة أم جاسم، أحد أعضاء البرلمان بعد انتهاء دورة الانتخابية 4 سنوات. نعم. مر على مكب النفايات، لقى امرأة بعد هو جاي يروج الحملة الانتخابية، سأل من هاي المرأة؟ قالت أنا أم جاسم الماعتها جاسم، إلا عدل لا بالقبر نايم. بعدين جاوبته قالت أنا أم القضا مغدور قلوله، واللي بدفتر ظلمكم ناجحة الأولى. أم الشهر لازم ناظم التقسيم، سهر يم الفرات ونام مسؤولة. جمر كانت تفكته وثلج قلبك كان، ما تنحل قلت له وقال محلولة. نخاك وتعذرته وعرق وجهه وطاح وما رضى برب عليته تشوله. مات بندمة لظنك أخو بمكفاه، وأخو بس المداخل بالقصب فوله. البحزام الظهر ضموله خنجر موت، شده وما رضاش الحزن مفلوله. ونمه أمه وما بكيت قبال أيا كان، حتى ولا قلت للمثلك ادعوله. ابني يحب وطن قد ما تحب تبوق، اللي على وجهك صياح ووجهه هلهوله. ريحانة بمكب تملي المكب ريحان، الدمع على طيبتها تطيح مهيولة. ما راد الطبيب وعدها حامد جار، ولا غثها الوزير بصفقة نعوله. ما غرها الفلس هالما مسوي جيوب، وانتم بالخزينة وعينكم حوله. هاي ام المشى وبس هو راعي البيت، الكل شبه الوطن ما منا مشموله. إذا حتى الهوى تشتم بيه دخان، وحتى العافية توصلها معلولة. هاي الغافية وما عدها مسقط راس، التبات بلا عشا وبيتها مسؤولة. هاي المنتون يبكي البكيه الليل، واللي يخنق دمعته تصير فالولة. التصير على الرصيف الولد بنها قماط، إلى أن عودوها تنام مفتولة. الله القواط الفارغات تثقل من النواب، لذلك من متنها تميل العدولة. بألف مسواقها ومسواقكم مليار، لا مستجوبة ولا مشت مذلولة. يا عم الراح اللي ينجرح داووه، الهند مو للقبر برسال سووله. بقنا رواح داعش واحنا مترهين، وانتم بقتوا فرحة طفلة مشلولة. بحر ابن التخوضة ما ترى الجال، بحر ابن التخوضة ما ترى الجال، غفا ومات بظهرها ما ترجل. لمن من بيت عرفوا مات رجال، الهوى والماء باعوهن عليه. الله يا حيدر، الله قصيدة رائعة جميلة فعلا، جسدت لنا وحكيتنا. خلينا نروح فاصل لأنه دخلتنا جو كل صعب. زميل المخرج أخذنا فاصل. يا ريحة مطر، يا ريحة مطر يا ريحة مطر لو لامست هالقاع، ويلجدمك بقايا ثار يطبع بالدرب ملقاك. انا متانيك يلكلك شعر، انا متانيك يلكلك شعر، وقبل جيتك اجيك بمستحاي جفوف، اطبحن على الحيطان
وأدق بهيدة على البيبان، بل كان شفك بشف وأقول ألقاك، واركض مشتهيك بوجه كل الناس، واعثر من نشوف الناس ما تتشابه بممشاك، وأترس حيل ما طلوي الليل، لا ملن وقوما واشبع بطرواك، ولا أقدر أقنع رويحته وأصبر، ولا أصبر وقنع رويحته وأنساك. أنا متانيك يلكلك شعر بمسامرك وغناك، أنا متانيك يلكلك شعر بمسامرك. كلك شعر، برنامج أسبوعي مباشر يأتيكم من الوعد مع كاظم الفضلي الثلاثاء 8:30 مساء، يعاد لكم الأربعاء 3 بعد الظهر. كلك شعر، أنا متانيك يلكلك شعر. رجعنا وياكم بعد الفاصل، أكيد بعد ما سمعنا القصيدة الرائعة قصيدة أم جاسم للشاعر حيدر الخفاجي. سألنا احنا كنا عن نسولف القصة الشعرية وكيف انه نجسد احنا كشعراء نجسد الحالة والصورة الى قصيدة والى رحلة إبداعية لربما نحاكي منها الواقع ونحاكي منها الحدث ونحاكي منها هموم الناس، وبالتالي نصير قريبين من الحدث كما هو الإعلام قريب من الحدث. شكرا لك مرة ثانية يا حيدر على هذه القصيدة الجميلة المؤثرة اللي هي كلهم جاسم، اللي تمثل كل الأمهات أم جاسم، وجاسم هو يمثل كل العراقيين اليوم. نتحول إلى شاعرنا المبدع علي سعدون، وشاعر علي سعدون من الشعراء الرائعين، وكنا نتحدث احنا عن القصيدة الشبابية ودور القصيدة الشبابية وحضورها. القصيدة الوجدانية أكيد لها حضور فاعل، لأنه احنا الشاعر قادر أن يكتب كل الألوان ويكتب كل المواضيع كل المهام. ف وين نلقى علي سعدون من ألوان الأدب الشعبي؟ أكثر شيء كتابات وجداني. إذا نخذنا برحلة وجدانية نسمع. لا، من قصيدة إذا تكتب موقف، أنت كنت تسولف ويا أستاذ حيدر. نعم. إذا تكتب موقف تكون أقوى من قصيدة اللي هي إسقاط فرض. أنا هذا رأيي. هو رأي صحيح، رأي صائب هذا، لأنه أنت فرق إنه واحد يكلفك صحيح. اكتب لي قصيدة، تكتب له مو مشاعره، لكن أنت راح تحاكي مشاعره أو تجاري مشاعره وتترجم له مشاعره، وبين أنت تعيش الواقع وتتقمص الشخصية حتى تكتب عنها. لذلك نعم أحكي مشاعري. كل شيء توقعته وحاسب ألف حساب، بس تخون أبد ما حاسب حسابي. أعتب على الوفي ويستاهل أحكي وياه، خاين أنت ما تستاهل عتابي. أبو قلب الملعب راب وي شيطان، وأنت معلم الشيطان مو رابي. يعض إصبع ندم كل من حبيبه يخون، وأنا من الندم حتى كسرت نابي. شاب الراس عدها من العشق هالناس، وأنا من العشق الشيب بهدابي. لحيتي طولتها وما نفع وياك، وعلى مودك ولك سموني وهابي. لحيتي طولتها وما نفع وياك، وعلى مودك ولك سموني وهابي. ما قل لك خنتني والله لي عابيك، أنخمن الله كون الأمك يعابي. حمام الناس عدها وانا عكس الناس، ما مرة تركني ويفتر غابي. ما مرة تركني ويفتر أغراب قلب من الزغر، بس بيك هايم وجبت العمر بالعربان.
ها يمن من قلت ما خون، يمن من قلت ما خون، ها يم شباك الكفيل وخنت بي. الله الله الله، جميل جميل يا ابو حسين، جميل. مشاركة للشاعر المبدع مجيد عامر الساعدي، اكيد هو من هذه المدينة من الناصرية وساكن بغداد. تحياتنا له وعلى تواصل ويانا. ومجيد عامر الساعدي من الشعراء اللي يهتمون بكل الأوزان والبحور، وأكثر من محاضرة له بهذا الجانب، ومختص بالأوزان. لذلك اليوم قصيدة يكتب لنا بما يحلو له، أو هو بما يحلو من الأوزان يكتب. فلذلك مرة يكتب التجريبة ومرة النايل وكل الجناسات اللي يقولها. واللي يقول يا حالة العشاق من تحله وتشتاق، طوف بشراع الهوى وبالملقى تلقاها ضوى، الضوء بليالي الهنا فرحة ومحبة وغنى، وتكبر أمانيها وهي بهجر وفراق. يا من الليالي ويا المحب تسهر تذكر الماضي، ويعيش وياها بأمل بين الزعل والراضي. نوبة بشجن إلها يحن، ونوبة بألم منها يون، وبين الشجن والألم خجلانة تبقى الشلم. الما ضايق الهجران طعم العشق ما ضاق، من يذكر العاشق ولف بطيفه وخياله يشوفه، يتمنى باللحظة يجي يمه ويشم زلوفه، يبقى بخياله منشرح وينسى ألم ذاك الجرح. والقال عاشق نسى مصباحه من المسه، باللي يحب يدرون عقله ودليلا باق. تحياتنا لك شاعرنا المبدع مجيد عامر الساعدي، وعلى تواصلك ويانا واهتمامك. ويقول الشاعر المبدع مؤيد الحفاظي: وحق الذي من ربهم، وحق الذي من ربهم تعالوا، أدري بقلب اللي يحبكم، تعالوا الياحد هاي غيبتكم، تعال شجاكم ليش هذا القطع بيه. تحياتي لك يا مؤيد الحفاظي. أما شاعر عبد الرحمن الباز، أولا أتمنى لك عمرة مقبولة والحج الأكبر، وإن شاء الله ترجع بسلامة ورمضان كريم عليك. ويقول هاي الومضة هو بالعمرة: من دواخل قلب أبيض والثياب، تواردا وقت الصلاة يوم الحرم، تواردا وقت الصلاة يم الحرم. رب جيناك بدعاء وانت الكريم، رب غير حالنا يا ابو الكرم. اللهم ربي آمين. أتمنى لك عمرة موفقة. أما الشاعر المبدع أحمد الياسري من الطار، فيقول قصيدة الأم وطن: التمينا على قبرك شم جيناك، تمينا على قبرك شم جيناك، بعدنا بعاستك وأعمار صغار. الموت ليش اختارك بساعة؟ سمعنا الموت ياخذ بس الأخبار، تسوقنا وجينا شوية مسواق، ما نقدر نشيل جفوفنا قصار، بس شوية طلعوا خلنا حاجيك، يجينا الليل يمه وقمنا نحتار، نخاف ننام يمي خوف الليل، وحضنك عافنا وحدر القبر صار، قرينا الفاتحة ودموعنا تسيل، وحسينا على قبرك كنا خطار. تحياتنا إلك يا أحمد الياسر الشاعر المبدع. اللهم رب يرحم أمهاتنا المتوفيات بهذا الشهر الفضيل، والله يطيل أعمار الطيبات والتوفيق للجميع يا شاعرنا المبدع أحمد الياسري. أما ستار الزلزلي يقول دارمي: تفطر الناس بماي وتبرد القلوب، وانا افطر بطرواك يومي الغروب. الله يعينك يا ستار زلزلي الشاعر المعروف، وهو تعبير مجازي، لكن كل احنا نفطر على رزق الله، لانه كل ما نقول احنا اللهم ربي لك صمنا وعلى رزقك افطرنا وليوم غد نوينا. لذلك هي صور رمزية في القصائد. تحياتنا لك يا ستار الزلزلي. ونرجع لشاعرنا المبدع حيدر، ولازلنا نسولف عن القصيدة والأبوذية والدارمي، لكن كل مرحلة وكل وقفة ومحطة إلها خيار.
خلينا نترك لك الخيار يا حيدر واختار لنا قصيدة. أحد شهداء قواتنا الأمنية، نعم. كان صغير في العمر، ما متزوج، كانت آخر وصاياه يقول قلوا لهن يتنطرن على الباب وصوت الهلاهل رايد يعلن، ومنهن أريد يخلن على التابوت شدة ورد وملبسات وحن. قلوا لهن يتنطرن على الباب وصوت الهلاهل رايد يعلن، ومنهن أريد يخلن على التابوت شدة ورد وملبسات وحنة. يما وحليبك خضر مروة وزود، ما نمت ساعة وحرة تجذب ونه، والجنت أبوس تقوفها بشف رجليك ممنون منك ها حلات الجنة. يلجنتي الدورين المرية وبيت هسانة بشرك بالقصر والجنة. عدنا الشهيد إمام بس مو معصوم، هيك أنا قبر إمام وتزورنه. وقلوا له لا يتنقب ويوقف حيد، من عين أبوي الدمع ما ريدنه. نستشهد خاطر يطلق راس الغيب ويسولف لهن قبل لا يحلفن. اللي يوقف لند بالمعركة ما موجود، من النفق ذاك اللي يرفع اصبع فنه. احنا اللي قضينا اعمار ما متعينين وجاباها الله ولا الوطن عينا. طبيت حيهم قبل لا حيهم صاح، ذولا اللي بحيهم صوتهم بيخنه. طبيت حيهم قبل لا حيهم صاح، ذولا اللي بحيهم صوتهم بيخنه. ذاك الجمل معذور ما يدري الشال، هسه الجمل يعرفها ما عذرنه. أطيت حد ما ميت وأطى دروس، احنا اللي نطوا وما نعرف المنه، احنا اللي نطوا وما نعرف المنه. الله، جميل جميل جميل. أبو حسين، الاختيارات والقصائد الجميلة احنا نختارها، فمرات على قولة نصار قباني يقول مجنون من يختار أحلى قصائده، لأنه كلهن حلوات مالاته، فأكيد عزيزات علينا. احنا لو توقفنا عند موضوع مهم في حياة علي سعدون وكتب عنه، إذا كان موجود نقرأ، إذا ما اختارنا. أنا محضر عن قصيدة عن الشهيد نقرأ. هناك من منطقتي اسمه الله يرحمه علي رحيم. الله يرحمه. أبوه رجال مهوسي يهوس، فوقف على التابوت قال ما مندوم عليه طاح بشاط الملعب. فسوينا له مهرجان هناك احنا شعراء المتنبي في المنطقة نفسيتها. ورحنا هناك يم الزلمة هوست، قلت لك إن بهالدنيا نروح مندوم الميت ما يرد لو دمع، مندوم وكفو منك أبد ما قلت مندوم، فديته للوطن والمرجعية، وكفو منك يحيد وضخر للشدات بزود ابنك يا عم هانا الكلفات، وانت اللي قلت ما مندوم فدوة للوطن من مات، الزلمة الهوس ما مندوم يعادل 100 زلمة. الله الله الله. قصيدة كتبت على الشعر. خلينا نوقف شوي عند الهزوجة الهوس. الهزوجة اليوم شفناها عند شباب بدأت تنتعش، صار لها حضور، وفعلا هي الهوسة غيرت حتى واقع حالنا السياسي، لأنه نشحذ الهمم ونقدر عليها. من زمان تكتب الهوسة؟ أكتبها من بداية الشعر. أنا أي نوع من الشعر جديد أحاول أن أكتبه، فما أخلي نطاق محدود على الأبودية والدارمة والقصيدة. فهسه أنا ألتقي بالشعراء الهوسة، شعراء الأبودية الدارمة القصيدة. مرات أبو حسين الهوسة تكون ارتجالية، صحيح. يعني عندما يكون الميدان موجود والشعراء يتبارون، لأنه لما يكون عندنا عراضة تكون تبارة، نسمع الهوسة على موضوع معين، لازم موضوع يعني معين، ما يقدر تطلع من الإطار. كتبت من هيك نوع، لو تكون الهوسة عندك جاهزة أنت تجي. أنا الهوسة ما أهوس، بس قلت لك كم مواقف مثل نقد على حكومة أو شيء جماهير. يعني قبل فترة على الكهرباء هناك عندنا صارت مظاهرة، نعم طلع، وهم هوسنا
انا وكم واحد. جميل. قلت لك ما اكتب الهوس، اكثر شيء موجوده شعراء الهزوجه. اذا صدق موجوده لانهم صح هو شعر وكل احنا نقدر له، لكن مثل ما انه اكو تخصص للعبوديه للدارمي للقصيده، اكو تخصص للهزوجه وشعراء الهزوجه، وعندنا منتدى اسمه منتدى الهزوجه. خلينا نسمع القصيده يا على الشهداء. نسمع قصيده على الشهداء. ومرا على الصور واسمعهم يصيحون، ومرا على الصور واسمعهم يصيحون، تعال الدنيا مرش عاجبك بيها، وقل لهم هواي استعجلية الموت، تختار المنايا الزين وانطيها، شباب الراحة لنا صغار بس كبار، سوالفهم تحير العقل طاريها، ركضوا ركضة المشحوت تالي الليل، من صاحة مشيلة تحزموا ليها، التفقى شالها يمكن بطولة وفوق، بس خيالها والنعم راعيها، ما لبدوا بساتر عاشقين الموت، المنايا بدم رقبته وروحه شاريها، ما لابس درع مشتاق للتشيلات، بدال الدرع صورة علي مخليها، التيهني الله عليك، التيهني المنايا وانا اوقف هيك، تشيلات التمر من يم الاقيها، انا منحمق غضب بيدي الحديد يلين، ويا تفقى لاسحبها انكسر سرقيها، انا منحمق غضب بيدي الحديد يلين، ويا تفقى لاسحبها انكسر سرقيها، انا تلقى الفشق حاتم ولاقى الضيف، الرصاصة التايهة بقصة مدليها، فزع ويانا موسى والعصا ياب ويا بلداس قاعد، والعصا ياب سرايا وحشد شعب، والعصايب احطهم فوق راس عقال لي. الله عليك. احسنت احسن الله عليك. احسنت جميل. الشاعر ويانا اتصال، خلينا ناخذ اتصال وبعدين نرجع. نعم. الو. 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 الو ويانا اتصال. الو. إلا ربما فقد اتصال، على ما يعاود ويانا الاتصال. يلا ويانا اتصال. نعم. الو. إذن على ما يعاود الاتصال ويانا نقرأ أودية للشاعر حيدر النيازي. يا ريت يقول ثقل بي النفس قوة، يا ريت عليك وكل دمع عيني، يا ريت إله الراح يمحضني، يا ريت وعلي حولين ما الدم مدين. الله الله يعينه. الو ويانا اتصال. الو. الو. نعم. الو. كون الليلة نامت وانت كل شيء صار، طيفك على عيونك ويسعدني، اتقرب ويصير علي بعيد، لان حتى الحلم. قطع، فقدنا الاتصال ويا المتصل وصديق البرنامج مجتبى كريم. تحياتنا لك، رمضان كريم يا مجتبى، على ما تعود لنا الاتصال. نرجع إلى شاعرنا حيدر الخفاجي. حيدر، كتبت كل ألوان الشعر الشعبي، تواصلت مع الكل، شاركت مسابقة؟ شاركت مسابقة منبر الحشد. وين أقيمت؟ بغداد، على قناة على قناة العهد الثانية. نعم. وما توفقنا بها. المهم احنا ترى مو الشرط انه احنا بعض اللي ربما بعض شعراء يصور المشاركه انه يجيب نتيجه، يجيب فوز. ترى المشاركه هي فوز. يعني لما يكون لك اختيار من كذا عدد من الشعراء، يعني احنا يقدمون للشعراء، احنا كثير من المسابقات اللي انطلقت من خلال جمعيه ادباء وراحوا شاركوا بها، يعني توصل 600 شاعر، 500 شاعر، 300 شاعر، 200 شاعر، ويختارون 60 شاعر او 50 شاعر او 40 شاعر او 30 شاعر او 20 شاعر، معناتها ال20 هم فايزين. مو تبقى هنا رأي اللجنة، اهتمام اللجنة، مهنية اللجنة، ولربما أنت قاعد ويا شعراء، لربما أكو قصيدة، ترى في وجهة نظر لربما أنتم تشاركون الرأي. اليوم قصيدة مو شعر،
القصيدة تسجل حضور. صحيح. مرات شاعر معروف بس لكن اختيار القصيدة ما يتوفق بالاختيار. ما يتوفق بها. صحيح. وانت ما تلغي هذا، لكن انت تحسب اكو قصيدة من تهز الجمهور، تفاعل ويا الجمهور، تشكل هذا. تتذكر القصيدة اللي شاركت بها المسابقة؟ هي ذكرها يعني مو ذاكرة. مو ذاكرة. إذا اختار لنا من تختار من قصائدك الجميلة. قصيدة الإمام الحسن عليه السلام. عليه السلام. أغلب ما نسمع أنه الإمام الحسن عليه السلام مظلوم من الخطباء والشعراء. نعم. عن لسان الإمام الحسن أقول مو نقص علمية وضعف بالتفكير، ولا علة الشرع الفهم والعرفي، بس أنا شي إعجاز ينراد إعجاز حبر القلم خاطري يوفق وصفي. ماي المكارم والقمر ساطع فوق، تلقاني كل بكل وصف مو نصفي. امتاع اليتامى وسير اللي يشيل السيف، اثنين هنسوى دروب بكتفي. الجايك بنية خير يندل الباب، والنيته سودا يراقبك متخفي. اتلقاه شايلها العمامة من الراس، ذاك الجانب عاسته ومتحفي. ومديت كف بي سيف وبكف الزات، وبينه وضيف من العدل متشفي. حتى اللي يسبني كان انطيه ضعاف، مو شحنا البرايه اختلاف نصفي. وتلقاني سيف الملحمه بس سندار، وردوا على خدود الفراش يغفي. تعلمت اطحن حنطه من طحن الروس، وقت النزال يلوذ جيش بصفي. وشنت من طبا للحرب تطفى النار، ومالك جهنم يظل بس يهفي. وبالنهروان يقول ابوي الفقار، هاي الكتايب للحسن ما تكفي. يا لايم بذاك الصلح لما صار، لو ما صلح نار الفتن ما تطفي. الغشهم زهد سفيان هسه يعرفون، يا دول ينحط للجروح وتشفي. ما دامني بقلب الروافض مدفون، تلقاني بيهم ذاك زود ولهفي. المن بعد ويسلم سلامه مقبول، والما قدر يوصل الغرقد معفي. حزن عنده وينب خصمي من بعيد، أحج بالوهم وانا أدري من بعيد. المتى يا المجتبى نزورك من بعيد، ومتى نلقى خبر قبر الزكي. الله جميل. حسن عبد الحسين يقول عيدونا مال ويعين. منو قرينا؟ أنا خليت يدل علينا صار. وين القل يعدل الحمل ويعين، واللي ينطيك ماي العين. ويعين يا روح موش طبت ويع ويعين، لأن وين الردت يبين لي للبعيد طبعا مقصودة. جميل. وصلت يا حسن عبد الحسين، قرأ لك اياها الشاعر علي سعدون. واكيد انا اشكر كل اللي يتواصلون ويانا على موقعنا الشاعر الشيخ فريق القابل. شكرا لك يا شيخنا وشاعرنا المبدع على تواصلك واهتمامك، ورمضان كريم عليك وكلك شعر. يا ريحة مطر، يا ريحة مطر لولا، يا ريحة مطر لو لامست القاع، ويلجدمك بقايا ثار يطبع بالدرب ملقاك. انا متانيك، انا متانيك يلكلك شعر، انا متانيك يلكلك شعر. وقبل جيتك اجيك بمستحاي جفوف اطبحن على الحيطان وادق بممشاك واترس حيل ما طلوي الليل، لا ملن وقوما واشبع بطرواك، ولا اقدر اقنع رويحته واصبر، ولا اصبر واقنع رويحته وانساك. انا متانيك ينكلك شعر بمسامرك وغناك، انا متانيك ينكلك شعر بمسامرك. كلك شعر برنامج أسبوعي مباشر يأتيكم من الوعد مع كاظم الفضلي الثلاثاء 8:30 مساء، يعاد لكم الأربعاء
بعد الظهر. شعر أنا متانيك يا شعر. رجعنا بعد الفاصل، وأكيد راح نتواصل وياكم وبرنامجنا كلك شعر وضيوف حلقتنا حتى نذكر بهم الشاعر علي سعدون والشاعر حيدر الخفاجي من الشعراء الراعين من قضاء الدواية، من الشعراء على محافظة تيقار، لهم حضور ولهم مشاركات ولهم تفاعل حقيقي. واليوم حلقتنا حلقة مميزة، راح نوقف عند محطة مملكة الدارمي اللي وصلت وأخذناها من حساب والشاعر والباحث والإعلامي والصحفي والكاتب عادل العرداوي. أولا تحياتنا للكبير عادل العرداوي. عادل العرداوي من مواليد 8/2/1949، رئيس تحرير جريدة صوت بغداد. مثل ما قلنا هو باحث وكاتب وشاعر وإعلامي، وكان محرر لصفحة الأدب الشعبي مجلة صوت الفلاح. بديت ويا عادل العرداوي، أول ما بديت تجربتي الشعرية مع عادل العرداوي وعلي عيدان الجصاني الله يرحمه وجبار العبودي، وأواخر السبعينات. واحد يقول لك كان فضلش قد عمرك، فبديت وياهم الله يبارك فيك، تواصلت وياهم وكانوا اساتذتي، وبالتالي قمت انشر مجله صوت الفلاح اللي يحرر الصفحه هو زميلي الاستاذ عادل العرداوي. ولا زلت اتواصل مع الكبير عادل العرداوي. واليوم ناخذ من مملكه الدارمي. يقول كانت لي فرصة أن أدير مجلس الدكتورة آمال كاشف الغطاء الثقافي الواقع بحي الجامعة بكره بغداد، وبادر الأديب الشيخ وداع عبد علي الفنهراوي، وهو من المهتمين بالأدب الشعبي وحفظة الأدب الشعبي والدارمي وفنونه بشكل عام. قال لي عندي دارمي أريد أقرأ وأريد تردون علي الشعراء الشعبيين. احنا راح ناخذ مساجلة لبعض الشعراء اللي بداهم هو عادل العرداوي، لكن خلينا ناخذ اصل الدارمي اللي يقول الدارمي راد يحاكي الدنيا وهموم الدنيا. يقول مالت وخلها تميل كاش اللي بيها، دنيا وراها حساب من تفعليها. تحياتنا للأديب الشيخ الكبير وداع عبد علي الفنهراوي. ويانا اتصال، يلا ويانا اتصال وبعدين نرجع نكمل الحوار عن مملكة الدارمي. ألو، نعم، ألو. اليوم على ما أتصور أكو مشكلة عندنا بالاتصالات. من الليلة نام وانت كل شيء صار. يمر طيفك على عيوني ويفزني. اتقرب له ويصير علي بعيد. لأن حتى الحلم عنك يباعدني. يا أغلى البشر، حبك سكن بالروح وسكن وسط قلبي وبحشاي صدقني. تريد ننساك كل شلون هذا يصير، إذا أنساك قلبي عليك يعاتبني. وبعد بحيث علي يا ابن الناس، وقلبي يدوم عليك بحسرة يساندني. تجاوب والدمع بحر على الخدود. أقلها فلان راح وحدي تارك. رغم كل هذا العذاب وابقى منتظرك لحد ما يجي ملك الموت ياخذني. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مجتبى. شهر رمضان كريم عليك. علينا وعليك، مساء العافية عليك، كلك شعر. مشتاق لك والله كل شوي. تسلم يا غالي، تسلم حبيبي، شكرا لك يا مجتبى على اهتمامك. شلونك، شو اخبارك؟
والله الحمد لله والشكر، اذا انتم بخير. يعلك بخير. اكيد انت من اصدقائنا واصدقاء البرنامج، تواصلين ويانا وعزيز علينا ونتابع منشوراتك. الكرام الاعزاء والحبيب المخرج كريم العقيلي حبيبي. الله يسلمك، تحياتي لكافه المستمعين. تسلم. شخبارك بعد شخبارك يا مجتبى؟ والله الحمد لله ماشي، بس انتم مطولين عليها من الثلاثاء هواي يعني. لا عندنا مفاجأة راح تصير، عندنا برنامج راح ان شاء الله ينطلق للاسابيع الاخيرة من رمضان، اسمه سهرة رمضانية، بس ما بي اتصالات، بس راح تسمعه وتشوفه على الفيسبوك. راح نستضيف 4 شعراء، بكل حلقة 4 شعراء، وحلقة مميزة، وبالعيد راح تكون عندنا حلقة. والله انتم بعد دائما مبدعين استاذ كاظم. حبيبي يا مجتبى. طبعا انا اليوم اذكر الاستاذ حيدر الحسني، البث المباشر، بعد تعرف احنا اي اكيد يعني اي والله اكيد، حتى سمعوا، لانه انتم شوي بعيدين عن البث عن الراديو، فاكيد يسمعوا على النت. زين استاذ، يعني ما لها مثلا علاج البث شلون مثلا؟ ها؟ علاج البث مثلا على الاذاعه شلون؟ والله قاعد نحاول احنا ان شاء الله، نحاول على المستقبل انه نقوي البث حتى يوصل البث طبيعي لكل يعني حتى لو المحافظات الجنوبيه يوصل الى قريب على الوسطى، فمعناتها يشمل كل الاقضيه والنواحي. ان شاء الله. طبعا انا ما داخل من وقت المستمعين. شكرا لك يا مجتبى. بس قصيده اقرا. يلا نسمع. عاتبت الجرح بدموع العيون، رد جرحي يقول لي ذكرك بيه، قلت له جيت اشوفك واعرف البيك، يقول لي الونه ايش ما تبغى للجرح ذاك. جاف منين يقول لي الجرح، طبعي قلت له انا العمر خلصته وياك، وينطبق علي كلها نسويه. ما اعرف وشاهد احتار، موصل لله. نعم. فقدنا الاتصال يا مجتبى. تحياتنا لك يا مجتبى، شكرا على اهتمامك وتواصلك، واكيد اليوم رداءة الشبكه ويانا سببت لنا كثير من الاشكالات، نتمنى اذا كان قادر يعاود الاتصال. تحياتنا لك مره اخرى يا مجتبى وكلك شعر. نرجع الى موضوعنا، كنا نتحدث عن مملكة الدارمي للشاعر عادل العرداوي، وقرينا الدارمي نعيده مالت وخلها تميل شاش اللي بيها، دنيا وراها حساب من تف عليها. فكان الجواب الأول للشاعر عادل العرداوي يقول مالت ودوم تميل ويا ابن الأجواد، الدنيا ما تسواش هي منهد عاد. ومرة ثانية جاوب يقول لا تامن بدنياك من تضحك بيوم، تضحك عليك النوب وتشق الهدوم. جاوب الشاعر والكاتب محمد الخالدي مالت وبعد تميل هذا طبحها، الدنيا وكحت عين تخذل ربحها. وجاوب الشاعر أبو أحمد النجفي أمحلت وقفت ليش يا عادل وياي، عقب الملح والزاد خانتني دنياي. أما شاعر المبدع صابر الخزاعي من البصرة يقول أوهم مداها وحيل أوهم مداها، الدنيا للبذات طيب هواها. أما شاعر المبدع صادق العقيلي من بغداد خلها الدنيا تميل ما ميل أنا، رغم العسر والضيم بويش قوانا. أما شاعر المبدع سالم الحمداني من سوق الشيوخ اجعلها سكتة وجوز يم الله خلها، ما ظل حمل مطروح هو اللي يحلها. تحياتنا لك يا شاعرنا الكبير والباحث والإعلامي عادل العرداوي وكل اللي ساهموا بهذه المساجلة. اكو رد ولا مداخلة؟ اكو رد. احد الشعراء ما اعرفه المن يقول ما مالت وما تميل دنيانا زينة بس احنا مو زينين من تف علينا. جميل جميل. تحيات الشعر هذا البيت هو احنا مشكلة الدارمي يكتب وبعدين ينتشر ويضيع صاحب الدارمي. هاي مشكلة، لأنه ما ممكن تحفظ الدارمي وتحفظ إلا نادرا ما نحفظ بعض الدارميات. نسمع شي دارمي يا حيدر؟
أقول وشلت حد ما قام تتبجبج جروح عيني ولو ان موجود شاف الشلت نوح. الله. شو يقول علي؟ كنت اليفر ويطير متره صيبه، هسه البعير اخطاه شوف المصيبه. الله أكبر. وصلتنا مشاركة للشاعر المبدع أبو حسين الجيماوي، يقول روح شلون أسليها ورضها وغيابك كسر ضلوعي، ورضها قمت ما أشوف خلق الله، ورضها سبب فرقاك كف الشوف بي. أما شاعر الشيخ فريق الركابي تحياتنا له، يقول رحمني مرة ودغدغ إحساسي بضحكتك، يا عطر هيل يا قداح وتنفس شهقتك، واشتهيتك مشتهات الميل مني ناغ شفتك، هي كفرة وداعتك مو بالحقيقة، وليش تخجل بالحلم صدق نبستك. تحياتنا لك يا شيخ وعلى هذه المشاعر والاهتمامات وعلى قلبك الرهيب الحساس، تحياتنا لك. أما الشاعر المبدع علي السعدون يقول الدارمي شايف وفر ميموع بين الجمر صاك، سنونك الحلوة البيض وعمرة شفاك. الله يعينك يا علي السعدون. أما الشاعر المبدع علي الزهيري فعنده ومضة يقول لا تنام بغير ليلك ولا تطيح قبالهم ما حد يشيلك، اضحك ولا تحكي حزنك، طيح وحدك وانكثي جروحك وقوم. تحياتنا لك يا علي الزهيري على هذا الإبداع الجميل. نرجع نسمع من شاعرنا المبدع حيدر الخفاجي. للإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام. اللسن مرات تعجز واللي يكتبون، وحب السالفة لتحكيها العيون، وفهم اللي يغصب كلمته وياك وغصب ويحبس لسانه بين السنون، ومو مجنون كل من يعشق نقول، ترى بس اللي يحب حسين مجنون. شلت شفك ورد وجه السمع لي لحد ما مطر دم على اللي يزرعون، يا مجبل حتى من نعرض لك الموت، وجه مالك قفا محير اللي يذبحون، قطب وش ما كبر للدائرة بعاد كواكب ألقى يم قبرك يدورون، وفرق بين اللي يشق قمصانه ويفوت للميدان ما بين اللي ينزعون. المهم عابس حجل ما قالت الناس، وخط أول قواعد للي يعشقون، وشفت الحر قلت له جابك هنا، مملكة الشرف مو للي يبغضون، عساها انثكلت ولا شافتك هيك عبن أطراف أمك عندك تهون، ونخت للراوية وصبيت للماي وقلت لاشرب الباكر بيت منعون، ولو ما كان طاهر حربا رياح كان ما صار مشعر للي يزورون، وعذب مايك بحيث شقد ملح بيه يغزر جيش وبصفك يبرزون، وترى عدوانك البلطف مقاريد كانوا سر وجودك ما يفهمون، لذا تنصحهم وكانوا يشتموك وتبكي عليهم وكانوا يضحكون، وكان الدين جايع وانت مولاي مو عادتكم تمنعون ماعون، صبيت الأضاحي بقاع الطفوف وفتحت اوتار قلبك للي يشربون، الله الله، وعليك تزاحم اللي يذبح واللي يشوف، درر تعجب الناظر واللي ينهبون، وغليت ورخصة والراد وثمن بيك، وعليه تعليهم الراد ويشوفون، وكانوا أمة ما يقرون قرآن وعلى على ذانهم صوت اللي يغنون، صعدت على الرمح درست الآيات ودعيت وروس صحبانك يأمنون، وترى نزورك فرض مو إلا نشتاق، فرض أوجب من فروض اللي يحجون، لذلك تلقى بالحج 4 يجوز بس زوارك 30 مليون. الله الله جميل، أحسنت أحسنت. شكرا للكاتب والأديب والشاعر والإعلامية أمان الفارس، ورمضان كريم عليكم وعلى ضيوف البرنامج، ورب يعود عليكم بالخير والمحبة والسلام. شكرا للي تواصلون ويانا، الشيخ فريق الركابي، ناجي عباس الربيعي، مجتبى كريم، وسام العبودي، عباس رزاق، منتصر الرفاعي، أبو رضا الزيرجاوي، حسن عبد الحسين،
حسن كتلوني العراقي، حيدر الزيدي، حسين محمد الخفاجي، زهرة الجنوب، أبو مروة الإبراهيمي، وشهد التميمي، وأرجوان، ولمح البصر، وكثير يتواصلون ويانا لا زالوا على برنامجنا كلك شعر. ويقول الشاعر حسن الحجام الشطري: منو بجفاك مثلي وانتبه لك، روحك ونديرا وانتبه لك، بعذاب الحشر ووقف وانتبه لك، وصيح الرب ذاك العم علي. تحياتنا لك. أما الشاعر كاتب السعيدي يقول: وين تاليتك يا قلبي، صرت منخل من وراهم، صرت بردة تقوم تهتز من يمر يمك هواهم، انت هسه تريد تلقى قيس خلص عمره يفتر ما لقاهم. الله يعيد قلبك يا كاتب السعيدي. نرجع على شاعرنا المبدع علي سعدون، واكيد سمعنا قصيده يا ابو حسين. قصيدتي على لسان حال الخريجين الذي التحقوا بقافلة العاطمين على العم، وانا اولهم وحيدر ثانيهم. اذا هاي رساله لضيوف برنامج اليوم اللي هم احد او من العاطلين عن العمل من خريجين اصحاب الشهادات واللي ضاعت عليهم فرصه التعيين. نتمنى التعيين للجميع، ونتمنى توفير الخدمات من حكومتنا المحليه، وراح حكومتنا المحليه والمركزيه، وراح نسمع القصيده اللي هي يناجون من خلالها ويطالبون من خلالها توفير فرص التعيين. نسمع يا علي سعدون. لحد يا ساعة ظل مخال في الرعيان، يا لاه الصبر قوطر وانا تدر انسان، المال حلق شو قمت تنطج جوز، وانا حسرة علي قعم بيذنجان، حشا ما محترض بس حيل طقن العوز، ووادم هالوقت ما ترحم اليوعان، عوف النملة ياخذها البحر وتموت، فك عينك علي لا يغرق العريان، النايم للعصر تنطي لبن عصفور، وانا الهط وشد ومسرفن الذرعان، غم هذا الوقت خلى الذيول تشيخ، وخلى الشات يحكي ويسكت السرحان، المفروض الحديقة يطبها بس فلاح، ترى العصفور ما تاعب على البستان، المصايب فيه تجن لي وجدي، وابوي يطلع المحتل، وجد الثروة اللي عندي ما تنعد، وجد رغيف الخبز ما يحصل بدي. احسنت. هذه رسالة من اصحاب الشهادات واللي يبحثون عن الوظائف الى حكومتنا المركزية والمحلية، ان يلتفتون لهم ويوجدون فرص التعيين، واللهم ربي ينقل حالنا إلى أفضل حال. شكرا للأستاذ علي البابلي على تواصل ويانا. رمضان كريم عليك يا أبو حسين. عندنا مشاركة للشاعر المبدع طالب الفرحان أبو ذية، وأكيد رد عليه الشاعر حسن الحجام الشطري. يقول طالب الفرحان: فرش قلب شليلة وراد قصرة، من اخوي القال ثوبك طال قصره، على اجتافي بنية شباب قصره، تعلى وقال خادم كان لي. اما البيت الثاني اللي رد عليه حسن الحجامي يقول: عصب ما قطعني انون ولاش، حديد وما اخاف العصر، عصب ما قطعني النون ولاش، حديد وما اخاف العصر، ولاش نار انت يا دنيا الدهر، ولا شمدوا بان صفاتي ذيك هي. رد علي الشاعر حسن الحجامي يقول: عجز كل شوف من يوصل حداها، عيوني ضعنا من شامت حداها، مثل قلب كذب واحد حداها، ولا مخلوق ون نقاس بيه. تحياتي للشاعرين طالب الفرحان وحسن الحجامي الشطري. خلوا الروح مدام جينا على الأبوذية، خل نسمع أو نترك مساجلة ما بين الشاعر حيدر الخفاجي وعلي سعدون، ونسمع أبوذية، بيت من حيدر وبيت من علي سعدون. يلا يا حيدر الخفاجي. أقول: المشى بسويد قلبي ولا ماني، ونفى الآمال كلها، ولا ماني أنا جاهل بعدني، ولا ما ننتحب كل ما يمر طريق بي. عشوس الدهر يا صاحب كردها وعربها احتارت بجرح،
كردها بجفاكم صار دلالي كردها بطوار وللصبح والنات بي. الله الله. قول حيدر. انقطع نفسه دليلي ما لحن أكد وأطراف حيكم، ما لحن الجالس هام فقدك، ما لحن شبك قام واللي يريد يصيد بي. يقول علي. إلى نوح القلب بجفاك إلى أين تقل نيتك تمشي؟ إلى أين؟ إلى أين اصفنت من سولفوا عنك، إلى أن العناكب نسجت لها بيوت بي. زرعت وما ضقت خوخ وتيناي، انحوى الغير وانا القطعة، وتيناي ايش يفيد من انتظر واصبر، تيناي انشتى الوثمر بواد الموشلي. تقل لي أنا وان الفرح يا وين صرت حبة شلب وبحلق، يا وين جبت العمرة والنلة كان يا وين ربابة بدو كانها تنوح بي. نسيت صباي كله اذكر الا المشى ودموعي من دم، اذكر الله حكيت وكلها صاحت، اذكر الله سكت النار تشوي ضلوع. الله الله يعينك يا حيدر. الشامت ما كذب يا فلان وش بيك، وقال الحضن غيرك راح، وش بيك تقل انحلت شنه صار، وش بيك من فرقتك لليوم دم تسجب العين، الله لو علي ريشة تطيح تكسر لضلعين. الله الله الله. اشتظن بجفاك عيشا يوم وسلام، إذا ما تمر يم بنشد، وسلام لكون الناس عندهم دين، وسلام يجمعون ولكن جاهلي. أعدتك للمحبة عتوت مو قود يا المخلي بدليل 2000، أعدتك للمحبة عتوت مو قد يا المخلي بدليل 2000، مو قد أمنت لك وأنا أعرف بيك، مو قد شلمتك وادري راح تخون بي. الله الله الله. أكيد هالمساجل الدارم من أحلى فقرة ومن المحطات المهمة، لكن خلينا نروح إلى محطة هي مجموعة محطات نتوقف عندها. مرة نتوقف يم حيدر الخفاجي ونسأل عن 5 محطات وناخذ رأيه نستأنس به، ومرة نوقف يم علي سعدون وناخذ رأيه ونستأنس به. حيدر راح نسألك كل المحطات ونستأنس برأيك. الشاعر الراحل كاظم إسماعيل القاطع. روح الشعر كاظم إسماعيل القاطع برأيي، روح الشعر الشعبي. جميل. الشاعر حسين الهلالي. شاعر مجد صراحة. الشاعر جواد القاضي. ونعم جواد القاضي. حبيبي جواد القاضي. وأبوكم أستاذكم ورمز الدواية رمز الناصرية، اللهم ربي يطيل بعمره، الشاعر قطران السعيدي. قطران السعيدي أستاذ الشاعر أبو غسان. والنعم أبو غسان، تحياتنا إليه. والدواية شو تمثل لك؟ أنا أعتبر الدواية البوابة المقدسة للجهاد. قدمت نعم وأثرت على نفسها في أوقات يعني كان قليل اللي ينتهى المجهود هذا في سبيل الوطن. نعم. تحياتنا لأهل الدواية كلهم، واللهم ربي يكتب لهم السلامة والتوفيق، وفعلا هم مجاهدين ومقاتلين ووطنيين حقيقيين، واللهم ربي يحفظهم من كل سوء. نروح لشاعرنا المبدع علي سعدون ونسأله عن الشاعر عريان السيد خان. احنا هاي الاسئله المحطات هي وجهه نظرك انت شنو تمثل لك، اما هذه الشهاده احنا لا ما ممكن تكون شهاده انت تقولها له بقدر ما انه هو شاعر كبير، لكن انت شو يمثل لك لما نقول يعني عريان السيد خان؟ النهر الثالث للعراق. جميل، صوره حلوه، جميل. ابو معيشي. ابو معيشي كبير، ابو معيشي بالدارمي وبكافه الناشرين. استاذنا كبير. حسين غازي الوالي. استاذي حسين غازي الوالي وصاحب الفضل
لوجود علي السعدون. جميل. تحياتنا لأبو علي حسين. تحياتنا له. الشاعر الراحل رحيم المالكي. رحيم المالكي علم من أعلام العراق، تغمد الله روحه في الجنة إن شاء الله. الناصرية. الناصرية مدينة الشهداء، مدينة الجهاد، مدينة الكرم والعطاء. جميل. إذن 5 محطات يم حيدر كانت حيدر خفاجي لها اهتمام وقدر أنه يوصل أحاسيسه ومشاعره وأهميتها في حياته. وعلي السعدون أكيد نفس الاهتمام ونفس الشعور. شكرا لشهيد شريف يقول رمضان كريم عليكم أستاذ، والله يحفظكم، الله يحفظك ويديم علينا وعليك هذا الود ويعود علينا رمضان بالخير والسلامة. قبل ما تكون محطتنا الأخيرة، طبعا أنا أتمنى لكم التوفيق والسلامة والصحة. هناك محطة لو ربما ما تخطر على بال الضيف. احنا نعجب ببيت أو قصيدة الشاعر ونتمنى كاتبينه، فإذا كانت في بالك قصيدة أو بيت الشاعر سامع وتتمنى أنت كاتبه حلو، أو أنت كاتب شيء حلو جميل وأثر في حياتك وتردده دوم ما يتجاوز ال5 أبيات نسمع يا حيدر. إلك لو لغيرك إذا كان ببالك وردته وما صار، أو إذا أنت كاتبه وتعتز به 5 أبيات. طبعا ما تحضرني عن القصيدة، بس الشاعر الكبير مهدي جناح الكاظمي قصيدته حسين قتيل بوادي الطفوف دائما انا ارددها القصيده، يعني اتمنى انا الكاتب. انت تتمنى كاتبها. اذا اختار لنا من اقرب ال5 أبيات الى نفسك من قصائدك انت. مرات دوم يجن على بالك. اقول ملتمات كلهن لازمات الباب، من كثر الامزاح صار عب بعب، واسمعهن حكن ما مش مجال يصير، ماكو هموم تطلع خاطر احنا نطب. ما تحضر. الله الله جميل جميل جميل. علي سعدون نفس السؤال انطرح عليك، اذا كان هناك قصيده او مقطع تمنيت انت كاتبه او انت كاتب شيء وتردده باستمرار. كثير من القصائد والمقاطع أنعجب بها وأتمنى أن أكتبها لكن لم تحضرني، بينما موقف تعرضت له بحكم عملي، أنا أعمل بالسوق. نعم. أكو يعني عجوز عمرها تجاوز 60 70. نعم. بحيث أصبح ظهرها كالقوس أو أشد انحدارا، وتعمل قاعد تبيع مخضر ويعني. الله يعطيه السلامة والصحة والسلامة. ويرزقه ويوفقه بحق هذا الشهر الفضيل. يقول صح محتاجة لكن راس ظل مرفوع، من اسولف ضيمه ظن الواد متشذبه، انا محدبه نعم بس ايد ما مديت، عادش كبره علي وهم قبته محدبه، بعمر 18 من كنت انسل شيب، وبيال الاولاد ارتاح انا محسه، ذبون الولد ذبت البي طاعوا، لا نجدوا علي لا وصلوا العتبه. جميل جميل. اذا كانت هاي محطتنا الاخيره ولا تكون الأخيرة، مع إبداعكم وتواصلكم ويانا واهتمامكم بالبرنامج أو بالأدب الشعبي وإثراء الساحة الشعرية، وبالتالي ثقافة المواطن واهتمام الوطن وكل ما نحتاج من الوعي علينا أن نهتم به شعرا وثقافة. أشكر الرائعة الشاعرة أنسام، والشاعر الرائع أركان الخفاجي، والشاعر الصديق مجتبى كريم السعيدي على تواصلهم ويانا. أشكر كل اللي تواصلوا ويانا على برنامجنا فيسبوك، على موقع الفيسبوك مباشر من إذاعتنا، وكانت الحلقة منقولة مباشرة بتنفيذ مباشر من زميلي الإعلامي المخرج كريم العقيلي، نفذها على الهواء صوتا وصورة مباشرة. شكرا لكل من تواصل ويانا، شكرا للمتابعين، شكرا لمهتم بهذه الحلقة، كل الشكر للشاعر المبدع
حيدر الخفاجي اليوم اللي كان ضيف رائع وحضور متميز ورحلة ممتعة، وكلك شعر يا حيدر. شكرا الله لك. يحفظك أستاذ، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. شكرا للشاعر المبدع علي سعدون لاهتمامه وحضوره اليوم ويانا، كان شاعر رائع من خلال القصيدة والنص والمشاركة. شكرا لك وكلك شعر يا علي سعدون. شكرا لك، أوجه شكري لك أستاذنا وللدعوة هاي ولمستمعي إذاعة الوعد، إن شاء الله أتمنى لها التوفيق. شكرا لكم، شكرا لتواصلكم، شكرا لاهتمامكم مستمعينا الافاضل واصدقاء برنامجنا. احنا وعدناكم تكون حلقات امسيه سهره رمضانيه الادب الشعبي قريبا ستكون من خلال اذاعتكم الوعد وعلى موقع الفيسبوك مباشر. شكرا لما تواصلوا ويانا ونهتم بالبرنامج. انقل لكم تحيات زميلي المخرج الاعلامي كريم العقيلي، وانا محدثكم في الاعداد والتقديم كاظم الفضلي، على امل ان نلتقي في الثلاثاء القادمه وبرنامج كلك شعر. انتم كلكم شعر اكيد، ومساء العافيه عليكم وتقبل الله طاعاتكم. شكرا لكم، شكرا للجميع وودعناكم. يا ريحة مطر، يا ريحة مطر لولام، يا ريحة مطر لولام.